هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة. يسعد مساكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. ضيفي رح يكون عبر الهاتف من دولة ألمانيا دكتور أحمد عبدو، اختصاصي بالأمراض العصبية، وحديثنا رح يكون حديث مهم كتير بيحكي عن اللقاحات ومستجدات لقاح كوفيد 19 كوفيد 19. نحن وانتو رح نرحب بالدكتور أحمد عبدو. يسعد مساك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بكم وبالمشاهدين والمستمعين. أهلا أستاذ أيمن. شكرا لكم لتخصيص بعض الوقت لإعطاء أو منح مستمعينا فكرة عن موضوع اللقاح، لقاح كوفيد 19، آخر مستجدات. كونكم مقيم بألمانيا حاليا، يا ترى شو هي الشركات اللي عم تنتج، شو هو هذا اللقاح، ما مدى استمراريته، مدى فائدته؟ الكثير من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور أحمد عبدو مستمعينا ومتابعينا. بداية دكتور، كتعريف عن هذا اللقاح كوفيد 19 شو هو؟ أنت قلت لقاح، بس هي عدد لقاحات، بس مهم. المبدأ هو واحد. مهم. لقاحات كورونا هي هلا حاليا عم يشتغلوا على شيء 40، فوق ال 40 لقاح عم يشتغلوا عليه. مهم. المرخص فيهم بس هن 7 حاليا، مهم. بأوروبا بس 3. مهم. شو هو اللقاح؟ اللقاح هيك ببساطة شوي، مشان ببساطة مفهومة بدي أحكيها. تماما. اللقاح هو عبارة عن كبسولة دهنية بتكون مهم. جواتها في أجزاء من الحمض النووي المرسال الريبوزي، ال mRNA نحن نسميه ماسنجر نعم. RNA. مهم. الماسنجر يحوي شفرة بروتين سبايك أو بروتين اس، هو أو حتى هلا عم يسموه بروتين الحسكة، لأنه يشبه حسكة السمكة، نعم. لأنه حاد من فوق أو مهم. سبايك. فبيدخلوا يحضروا هالكبسولة مهم. ويدخلوها عن طريق الحقن، طبعا بالعضلات، بالعضلة الدالية اللي بالعضد، بالناحية مهم. الخارجية للعضد. نعم. بعد الحقن لما يدخل اللقاح إلى العضلات، نعم. هل اللقاح يحرض إنتاج بروتينات سبايك أو بروتينات اس اللي مثل ما قلنا، مهم. ويساعد جهاز المناعة مشان يتعرف على انه فيروس، مثل ما عم بالعربي نقول عم نضحك على الجسم تماما. ونعطيه شيء على اساس فيروس. مهم. فالجسم رأسا مباشرة يبلش بإنتاج المناعة ضد هالفيروس، مهم. وبالتالي تشكل عند المريض مناعة مهم. مختلفة. طبعا نحن بالنسبة لكورونا هلا يقولوا يمكن سنة أو سنتين. مهم. هلا آخر دراسات واحد لازم ياخذ جرعتين، وهلا بيقولوا لازم ياخذ جرعه ثالثه بعد نهايه العام الاول. مهم. يعني اذا اليوم واحد اخذ اول جرعه، بعد سنه مثل اليوم بده ياخذ جرعه اضافيه ثالثه، تماما. وبالتالي بتكون عنده مناعه مهم. شبه دائمه. نقول مهم. دائمه لانه اللقاح جديد والفيروس جديد، واحد ما يقدر يحكم على فعاليته 100%. تماما. بس مهم. سنه لسنتين، مبدئيا من سنه لسنتين بيضل فعاليته. تماما هذا دكتور. هو اللقاح مهم. كورونا. دكتور، حكيتوا عن موضوع انه هون هن 7 لقاحات، وثلاثة منهم بأوروبا هن المرخصين. يعني يا ريت لو عفوا حكينا عن هالمحور هذا، محور الشركات أو الجهات المنتجة لهاللقاحات. يا ترى بنسمع أحيانا أنه دولة روسيا مثلا أنتجت لقاح، لقاح صيني، لقاح غير ذلك. يا ريت لو تحكي لنا عن هالموضوع هذا. طبعا مثل ما قلنا في اكثر من 40 لقاح عم يشتغل عليه. مهم. هلا السبعه اللي بلشوا يحقنوا العالم فيهم، مهم. في منهم روسيه وبريطانيه والمانيه وامريكيه طبعا. مهم. اول اللقاحات اللي بلشوا يشتغلوا عليها هو فايزر بايونتيك. هذه شركه المانيه نعم. امريكيه مشتركه. هذا
طبعا بدي احكي بالتفصيل شوي يعني معلش مشان دكتور. الواحد ياخذ نظره. اكيد. فايزر بيونتك المريض لازم ياخذ جرعتين باول يوم وبعد 21 يوم الجرعه الثانيه. هلا عم يقولوا جرعه بعد سنه، المهم مبدئيا جرعتين بده ياخذ. هذا يحمي الشخص بنسبه 95%، يعني 95% اذا حقنا 100 شخص 95% راح يستفيدوا، 5% ممكن ما يستفيدوا منه. نعم. بس هذا مشكلته انه لازم ينحط درجه حراره 70 درجه تحت الصفر مشان ما يخرب. لحد ما نطالعه من البراد يضل 24 ساعه ل 72 ساعه ممكن بالبراد عادي ما يخرب يعني، بس لازم واحد يستعمله. تمام. هذا واللقاح الثاني اللي طلع الامريكي موديرنا، هذول بنفس الوقت تقريبا طلعوا كمان وقايته 95%، كمان بده درجه حراره شوي اقل يعني 20 درجه تحت الصفر. اسعارهم بعدين نحكي. اللقاح الثالث هو لقاح السبوتنيك تبع الروسي، كمان جرعتين وقايته 92% بدرجه البراد العادي نحفظ هذا. لقاح اكسفورد صار له شهرين عم يستعملوا ببريطانيا، نسبة وقايته حتى 90% بالبراد العادي حفظوه. يعني هدول هاللقاحات سهل حفظهم تماما، اسهل من غير لقاحات. في طبعا بامريكا في نوعين ثانيين، نوفافاكس كمان وقايته 90%. اخر لقاح بامريكا طلع اسمه جونسون اند جونسون. هي شركة للأدوية وللمعقمات وللتجميل أو أدوات التجميل. هذا اللقاح اللي طالعوا جرعة وحيدة حسب الشركة، يقولون جرعة وحيدة يحمي الإنسان بنسبة 72%، أقل من النسب الثانية، بس ميزته إنه يصير للأطفال كمان. هذا جونسون أند جونسون تماما. كمان بالبراد العادي ينحفظ. آخر لقاح هو اللقاح الصيني سينوفارم، كمان جرعتين، نسبة وقايته وفعاليته شيء 79%، البراد العادي ينحفظ. نعم. أسعار هاللقاحات يعني مو غالية، أي إنسان أظن يمكن يقدر يشتريها بين $4 ل $33. هاي أسعارهم. نعم. الجرعة الكاملة يعني واحد ياخذ جرعتين يعني هيك بيكلف. تمام دكتور. وما في لقاحات ثانية عم يشتغلوا عليها، أغلب الدول إسرائيل، الإمارات، في دول كثيرة عم تشتغل على إنتاج اللقاحات. دكتور طبعا خلال حديثك ذكرت لنا عن موضوع استدامة الفائدة يعني على كل لقاح، يعني انه مدى فعاليته واستمراريته. هل 7 لقاحات ولا عن 3 لقاحات هاي كان؟ لا على 7 بس. هلا بأوروبا 3 لقاحات عم تستعمل، اللقاح البريطاني نعم واللقاح الامريكي والالماني واللقاح اللقاح الامريكي. 3 لقاحات ببريطانيا، عفوا البريطاني مو نعم. البريطاني اوكسفورد، والالماني الامريكي يستعمل، والالماني لحاله يستعمل. تماما. دكتور لو نحكي عن موضوع اي دواء لما بيتاخد ربما يسبب حساسية، ربما يسبب امور جانبية، اي دواء له اثار جانبية، ترى هاللقاحات في عندها اثار ايجابية جانبية؟ شوف استاذ عماد، اولا اللقاح اريد اقول لكم انه هاللقاح هو مو دواء، هو وقاية من المرض، يعني لا يعالج المرض، يقي الانسان من المرض. وحاليا اغلب اللقاحات هيك، خاصة كورونا، انه الكورونا سببت نسبة وفيات كثيرة بالعالم لحد الآن، يعني أكثر من 2.5 مليون وفاة فيه. هلا حاليا بالعالم في 117 مليون مريض. هل اللقاح هو الوقاية من هالمرض؟ نعم. المصابين ما تقدر تعطيهم، ما يستفيدوا منه. طبعا كل دواء، كل لقاح له تأثيرات جانبية. بالضبط. بالنسبة للقاح كورونا، كونه لقاح جديد مبلشين، وصار لنا شي 3 أشهر مبلشين باللقاح، ظهر عندهم يعني التأثيرات، في تأثيرات مباشرة أثناء اللقاح أو بعد اللقاح بدقائق، وفي تأثيرات بعيدة نحن نسميها مو مباشرة، يعني بعد يوم يومين، بعد أسبوعين هيك. التأثيرات المباشرة يعني لما نحقن المريض هون مثلا ممكن يصير معه تحسس. نعم. هي المشكلة اللي بتصير، مشان هيك
كل مريض ياخذ لقاح هلا هون بينتظر 15 دقيقة، مو كثير يعني ربع ساعة. إذا ما صار تحسس مش الحال، ما راح يصير تحسس ويروح على بيته، ما صار التأثير السريع. تمام. التأثير السريع الثاني هو ألم ووجع. طبعا هاي إبرة وألم، والمادة كمان بتسوي وجع شوي، يعني ألم مكان الحقن. نعم. تورم مباشر ممكن يصير. هذا هو التأثيرات المباشرة. تحسس طفح جلدي او شري كذا مثلا، يعني هاي كمان ما بتصير. هذا هو التحسس لما يبين. نعم نعم. أول ربع ساعة هذا نحن نسميه تحسس. تمام دكتور. التأثيرات البعيدة، التأثيرات البعيدة اللي نحن نقول أكثر من 15 دقيقة، المريض راح على البيت وبعدين صار معه نعم. بعد ساعات أو بعد بأيام، هاي هي إنه مكان ألم بيضل مكان الحقن بيضل فترة أطول، يومين أو 3 ممكن. إذا طلع عند المريض حرارة أيضا. نعم. ممكن مش على المريض بحرارة، هذا كمان ممكن يصير عنده وهن عام أيضا. تعب. ممكن يصير معه أعراض شبيهة بالكورونا، نفس أعراض كورونا بس ما تطول. تمام. الأعراض بالغالب حسب ما هلا عم نلاحظ يستمر الأعراض تستمر 24 ساعة حتى 72 ساعة تماما، وتروح لحالها. يعني المريض هلا عم نقول للعالم إذا لقحوا حالهم وصار معهم هالأعراض لا يخافوا، حتى 3 أيام ما في مشكلة، بيزول لحاله هالأيام. هالوجع، هالتورم، هالوهن العام، هالأعراض الشبيهة بالكورونا، هذول كلها بتروح خلال 3 أيام حد أقصى. بظن دكتور حتى اللقاحات الأطفال الاعتيادية اللي عم ياخدوها شبيهة بهالأعراض هاي، يعني كمان أي لقاح بياخدوه الأطفال بيمروا بنفس الأعراض هاي. طبعا أستاذ عماد، اللقاحات مبدأ واحد وتأثيراتها الجانبية واحد. الفرق إنه نحن اللقاحات القديمة صرنا نعرفه، صرنا 20 40 50 سنة عم نستعمل هاللقاحات تماما، ونعرف إنه إذا صار وجع بكرة بيروح. بس بما إنه هاللقاح جديد وفي خوف، مشان هيك وإلا نفس الأعراض مثل ما ذكرت، أبدا نفس أعراض التأثيرات الجانبية للقاحات الأخرى. تماما. حابب ذكر مستمعينا للي عم يسمعونا هلا بمدينة قامشلو وحولها، الدكتور أحمد عبدو اختصاصي بالأمراض العصبية عم يحكي لنا من معنا عبر الهاتف من دولة ألمانيا، عم يحكي عن موضوع لقاح كوفيد أو لقاحات كوفيد 19، مدى أهميته، مدى الآثار الجانبية، ترى شو هو هذا اللقاح، كيف بيتاخذ. العديد من الأسئلة رح نطرحها على الدكتور، ووصلنا لسؤالنا إنه دكتور الفئات المستهدفة عادة بهاللقاح، لأنه اللقاح ربما ما كل مين فينه ياخد أو ربما ما يكون متوفر. مين هن الفئات المستهدفة أو الدول اللي عم تعطي اللقاح؟ مين هن الفئات المستهدفة كمسنين، سواء العاملين في السلك الصحي، النساء، يا ترى مين هن؟ أستاذ عماد، شوف ما في فرق، كل الفئات العمرية كل البشر مستهدفين من هذا اللقاح، بس لقلة الجرعات. نعم. فهم مشان هيك هلا خاصة بالقارة العجوز مثل ما يقولوا بلشوا يحقنوا يعطوا لقاح للمسنين فوق 80 سنة. نعم. هلا اليوم بالضبط، اليوم خلصوا فئة 80 سنة، من بكرة راح يبلشوا فئة 70 سنة فما فوق. تماما. بالتدريج. الإضافة لهدول، لأنه هون كتر هن أغلبهم بالكامبات الخاص فيهم، بمشافي خاص فيهم عم يتعالجوا، منهم بالبيوت عم يتعالجوا. نعم. يقيموا يعني قصدي. طبعا بالإضافة لهدول وبالتوازي مع هدول مثل ما يقولوا الجبهة الأولى، جبهة الدفاع الأولى عن كورونا، هن الأطباء والتمريض والمخدرين والعلماء، جراحين والأطباء مثلا، عمال المشافي. نعم. هدول كمان جبهة أولى ضد كورونا، هدول كمان بلشوا أخذوا لقاحاتهم، كل العاملين والأطباء هدول لازم يبلشوا. وبعدين كل ما يتوفر علاج راح يعطوا كل فئة 10، يعني فئة عمرية 10، يعني من 70 ل 80 هلا بكرة راح يبلشوا. بس أما اللقاح فهي لكل العالم، ما حدا يعني مستقبلا كل شخص بده ياخذ اللقاح. مثل ما عم ناخذ لقاحات ثانية، أولادنا عم نلقح أولادنا من لما يكونوا صغار، هيك راح يصير بالمستقبل بالضبط. نفس اللقاح، لأنه مرض كورونا، فيروس كورونا راح يضل مثل غير فيروسات بالعالم، يعني تماما. ما في حل غير الوقاية واللقاحات منها. بالضبط. حتى العالم
مم. دكتور، حتى تعقيبا على كلامك، احدى المستمعات او المشاهدات عم هي كاتبه سؤال: هل يمكن اعطاء اللقاح للنساء الحوامل والمرضعات؟ شوف، هلا سؤال كتير مهم مم. ومنحكى كتير على التلفزيون هون. نعم. بالنسبة للقاح في حالات خاصة يضل على المريض، لأنه مهم. ما في عنا نتائج، ما في عنا خبرة بهالشيء. مهم. فالحوامل بالعادة ما يعطوا، هلا هون حاليا ما يعطوا. مهم. أما المرضع فبيقولوا أنت بكيفك، يعني نحن ما نعرف عن طريق الحليب شو وضعه، مهم. يضر الجنين ما يضر، لسه ما في خبرة، فما نقدر نعطي جواب نهائي. تماما. إلا إذا كان المريض في بيئة فيها كورونا وكثير خطورة ممكن تاخذ مهم. وتفطم الطفل تبعها مثلا. مهم. والا آه، لازم ما تاخذ، تحمي حالها، الحمايه احسن لها بالنسبه للحوامل والمرضعات. نعم. دكتور، عم نسمع طبعا بوسائل التواصل الاجتماعي او الوسائل الاخباريه مثلا انه في سلالات اخرى او انماط اخرى، اذا صح التعبير، لكوفيد 19. يا ترى يعني هل من الممكن انه هاللقاح هذا يحمي سلالات غيره او غير انماط؟ شوف استاذ عماد، هلا الشركات اغلبهم بيقولوا انه نحن لقاحنا عم يستفيدوا منه المصابين بالسلالات المتحوره. مهم. هاد كمان بدها خبره طبعا اغلبها، بس مع ذلك اذا عندوا على هاللقاح فصار بكل سهوله خلال 40 يوم، قالوا مهم. ان خلال 40 يوم يقدروا يسووا لقاح ضد السلاله المتحوره، فما في مشكله. مهم. يعني بيقولوا عم يفيد، بس اذا ما فات كمان بامكانهم انتاج لقاح جديد ضد هالسلاله باسرع، يعني مهم. خلال شهر وعشر. نعم. دكتور أحمد، لما الأطباء بيعطوا هاللقاح هذا، يا ترى في توصيات معينة أثناء أو قبل أو بعد أخذ هذا اللقاح؟ مثل ما تعرفوا دكتور، إنه الأطفال مثلا يحبذ إنه مثلا إذا الطفل اليوم أخذ لقاحه يكون عنده تيمبرا، لحتى إنه الآثار الجانبية اللي شوي حكينا عنها. فبلقاح كوفيد 19، شو الإجراءات أو التوصيات اللي بيعطيها الطبيب، سواء أثناء تمام. قبل أو بعد؟ تمام. تمام، فهمت عليك. مهم. شوف، توصيات ما في شيء محدد مثل غير اللقاحات، مهم. بس حاليا في يعني نسبة من العالم انه تقول ما في داعي للقاح، ما راح ناخذ لقاح، في هيك شيء. مهم. نحن بننصحهم انه ياخذوا اللقاح نعم. اذا ما عندهم اي سبب مانع. فيزيولوجي مهم. يمنعهم يعني. مهم. آه، اول شيء اذا بدك تروح تلقى حالك لازم تكون صحيح، ما عندك إصابة فيروسية ثانية، يعني مهم. ما تكون مرشح أو تكون عندك فيروس ثاني وتروح تتلقح، نعم. لأنه الجهاز المناعة بتكون مشغول بهالفيروس أكثر، مهم. تنتظر ليختفى بعدين مثل اللقاحات الثانية تماما. تماما. في البعض بيخافوا من الألم ياخذوا مسكنات قبل اللقاح، فيفضل ما ياخذوا مهم. المسكنات قبل اللقاح. يعني يقدروا ياخذوا مسكنات بعد اللقاح بس قبل لا ياخذوا مهم. اللقاح. غير محبذ يعني. قبل لا ياخذوا المسكنات. إيه. نعم. هذا هو يعني مهم. قبل اللقاح. تمام. بعدها مثل ما ذكرنا انه في تاثيرات جانبيه، مهم. بس تاثيرات الجانبيه اقل كثير انه ما تاخذ لقاح. يعني مهم. اذا واحد ما اخذ لقاح يمكن يصاب وفي وفيات كثيره، يمكن يتوفى لا سمح الله. مهم. بينما اذا اخذت اللقاح عم تحمي حالك اولا مهم. من المرض ومن الوفاه، وتحمي اللي حواليك، وتحمي تقلل من العدوى، ما تخلي هالفيروس ينتشر اكثر. تماما. فيفضل الواحد ياخذ لقاح. مهم. التاثيرات الجانبيه كلها عابره، يعني ما تخاف. مهم. خفيفة ربما تكون. والبعض هلا احيانا بالتلفزيون او بالاعلام يكبروا ويضخموا شوي انه مهم. في كم واحد متوفي من اللقاح او مهم. هيك. هذا مو صحيح. مهم. مو صحيح، لانه البعض عم ياخذوا اللقاح، اللقاح بده وقت ليصير مناعه عند الانسان، مهم. فبهالفتره يمكن هو عم يصاب بكورونا او بشيء مهم. ثاني يتوفى نعم. منه، بس مو من اللقاح. من مهم. اللقاح ما يؤدي للوفاه، له تاثيرات جانبيه، مهم. مهم. الم، احمرار، تعب، ارهاق، اعراض، حراره، هالشغلات كلها موجوده ممكن يصير. مهم. طبعا مهم. هالشغلات ممكن يصير، مو شرط مهم. مع كل واحد. نعم. واحد ما يحس شويه الم ابره عاديه، والبعض يصير عليه حراره، والبعض، بس مو مع الكل يصير نفس الاعراض. تماما.
حقيقة هذا السؤال كان راح أطرحه دكتور، هو سؤال مهم كتير، إنه موضوع التخوف، أو نحن هون بنسمع إنه ما عندنا لقاحات ولسه ما توفرت عنا وما حدا أخذ لقاح، إنه مشغولين العالم بموضوع إنه المريض نسبة قليلة جدا من المرضى اللي عم ياخذوا اللقاح بتصير عندهم وفيات، تسجلت حالات وفيات. فدكتور أحمد نوه على هالموضوع هذا، وممكن كمان توضيح أكثر دكتور إذا عندك أي معلومة أخرى مثلا. شوف، غير التأثيرات الجانبية ما في. مهم. اللقاحات الثانية يعني بحالات نادرة جدا جدا ممكن ينقلوا المرض. مهم. يذكروا انه فقط. حتى هلا صار معنا حالات بالقاموسي كمان مهم. اللي تلقحوا من شلل الأطفال، في طفل بتذكر صار معه شلل الأطفال. تماما. هيك صدفة ولا صار من الابن ما نعرف، مهم. صار من النقطة يعني واحد ما نعرف، بس هيك هون عم يقولوا حسب هدول المتوفين مهم. مو متوفين من اللقاح، بين فترة ما بعد اللقاح ليتكون المناعة عند الإنسان، بهالفترة هن مصابين إما بكورونا أو بشيء ثاني ومتوفين. تماما دكتور. هذا اللي عم مهم. يحكوا عليه. دكتور، هل يجب أخذ اللقاح حتى إذا المريض أصيب سابقا وشفي؟ يعني إذا مريض انصاب وشفي، يا ترى كمان مطلوب إنه ياخذ أو مستحب؟ شوف، هلا أنا أنصبت بغرهنا والحمد لله كويس، وأنت الحمد لله على السلامة. أنصبت طبعا بغرهنا. كلياتنا كان لنا نصيب. شوف، نعم. المريض المريض ما لازم ياخذ لقاح لانه أها. ما يفيده، لانه أها. هو مصاب بالاساس وعم تكون عنده مناعه شوي شوي. نعم. اذا انا مصاب كورونا ما باخذ لقاح. بعد مهم. الشفاء، قبل الشفاء اذا عندي لقاح باخذه مباشره. بعد الاصابه مهم. وبعد الشفاء من الاصابه مهم. يتكون لدى المريض مناعه. حاليا بيقولوا، قبل كان يقولوا 9 اشهر، مهم. هلا بيقولوا من 3 اشهر ل 9 اشهر. بعض المرضى بعد 3 اشهر رجع راحت مناعته، نعم. يعني نعم. صاروا عاديين. فمشان هيك اول 3 اشهر تقدر ما تاخذ لقاح. مهم. بعد 3 اشهر اذا توفر عندك اللقاح خذ اللقاح. مو الاصابه بكورونا مو اصابه نهائيه مره واحده، مهم. ممكن يتكرر المريض معه المرض مرات ومرات، مثل الرشح اللي عم نصيب فيه كل سنه كم مره. مهم. هذا هو تماما. تماما. تمام. يعني لازم واحد ياخذ بعد 3 اشهر من الاصابه. في لا، اول 3 اشهر ممكن ما ياخذ، بس بعد 3 اشهر اذا توفر اللقاح ياخذه. مهم. طبعا الإجابة بظن إن شاء الله اسمعها الأخ صالح عبده. كمان كان عنا على البث المباشر، هو كان سؤاله نفسه اللي تفضلته حكي وشرحته، إنه اللقاح مدته ما هي مدة يعني اللقاح، هل هي مدى الحياة أو إلها مدة محددة؟ المستمع أو المشاهد صالح عبده كان كاتب لنا. بتمنى إنه يكون سمعت الدكتور. بنهاية اللقاء دكتور، شوية توصيات خفيفة أو بسيطة، كم توصيات حتى المستمعين أو المشاهدين يستفيدوا ما يخافوا من موضوع هاللقاح هذا، لا نختم حلقتنا بهالنصائح. شوف، انا اذا توفر لقاح لازم الواحد ياخذ. مهم. حتى لو بعد ما اخذ لقاح بده يضل يحافظ على حاله، نعم. ولبس الكمامه والتعقيم، مهم. وما يخالط كثير باماكن ضيقه كثير. يعني ازدحام مثلا. يتابع نفس الشروط اللي كانه ما اخذ لقاح، تماما. لانه خاص مبدئيا حتى يعني على الاقل هالاشهر والسنوات القادمه، لانه مهم. هالفيروس بده يطول كثير ليستقر وضعه بالعالم مهم. ولا يتم السيطره عليه. هلا حاليا الفيروس مسيطر على العالم. نعم. بدنا وقت نحن نسيطر على هالفيروس. امتى مهم. ما سيطرنا على الفيروس هذاك الوقت مهم. يمكن هذا يطول مهم. كمان سنتين من هلا، يعني لبين ما يصير سيطره بشكل كامل عنه. فواحد لازم يحمي حاله، يحط الكمامه، مهم. يتجنب الاماكن الضيقه مزدحمة. والمغلقه، نعم. يستعمل ادوات التعقيم، الكحول، وارخص شيء هو الصابون. نعم. غسل الايد بالصابون يفيد تقريبا مثل الكحول. مهم. واذا حس باي اعراض مرض يلتزم بيته قدر الامكان، او يتجنب مخالطه اكثر. نعم. ونتمنى للكل الشفاء، وللمرضى الشفاء، والصحاء السلامة أكيد. والسلام والامان. شكرا كثير لكم دكتور أحمد عبدو، اختصاصي بالأمراض العصبية، كان معنا من دولة ألمانيا عبر الهاتف، على هالمعلومات القيمة ولتخصيص وقتك لمستمعينا ومشاهدينا للاستفادة. اهلا وسهلا استاذ. شكرا لكم متابعينا ومستمعينا على حسن المتابعة. بتشكر زملائي
لورين وهيلوز ودارين كانوا معي عبر الكنترول والبث المباشر. كنت معكم أنا عماد خلف للأسبوع القادم حلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة. هذا البرنامج برعاية مشفى فرمان. مشفى فرمان بكافة الاختصاصات: جراحية، تنظيرية، عظمية، نسائية، داخلية وأطفال. قامشلو، طريق الحسكة.